عمري ولا حطيت باللي تجربة تصلح عمري. انا كنت تقريبا متاكده بلي راح تنجح. عنتر وين راح المصيبه هذا؟ وين راح برتقلو؟ ما تحركش من هنا. وين راح يروح؟ مازالو صغير، بالك اش ما خرج يشري. تعرفي درك على الحداوي اللي يدير هك 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 يدير على الحداوي. شوف خليني من عنتر، انا يكملني الحكايه تاع الفار. هي حكمت الفار، حطيته في لاكاج، مشيت الماشينه حطيت فوقها الساعه راح. راك متاكد؟ راح. بالك هربت الفار. لا 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 لا. نجحنا. ويلا وشك تقول صح، رانا نجحنا يا راني نتخيل. راح. هاو انا لازم نشوف بعيني، لازم نشوف بعيني. شوفي كي شي عنتر هو يفهمك بالتفصيل. في يوم عصبصب وحلف الحلف السنونو، تكأكأ علي المتكأكئون كتكأكئهم على ذي جنة، فها قلت فنقروا عنه. ويقول الشاعر: إن لم يكن لي والزمان شرنبرا فلا خير فيه والزمان تدمري، فهذا خوف على جملي. يا قوم ما بكم؟ هيا انصرفوا. أنا بريء، إنه هو جاسوس. رمزي تعال. واش خويا شو صار؟ كاميرا كاشي هنا. من تكون أيها الغريب ومن أين جئت؟ صار عليك رمزي، أنا ولد فاطمتك، تسكن في حومتك. أنا كيفاش هذا منين جيت؟ إنه جاسوس سقط من السماء، رأيته بعيني. اسمع أنت اللي شفتك بعيني، هذا اللي كنت نشوفه فيه سرق في المارشي، دوكا سرق تفاحة. اصمت. خارج انا اعرفه، انه ابن خالد ابو نعمان حمد الله. اعطيني التفاح انصرف. يا رمزي نهضر معك. اصمت واخبرني من أي قبيلة جئت. يا رمزي لا على هذوك دراهم، اقسم بالله ما بعلي دوك نتوما ولا ماشي نتوما ولا. ماذا تقترح يا جغبل؟ خارج ما رايك نبيعوه في السوق اللي بايع العبيد. خسارة عليك وليت تبيعني أنا قول. واش كنت نتهلا فيك كاع دراهم ولا قلت؟ ونتقاسم ثمنه واشتري لامي الرند. فكرة جيدة يا جغبل، لكن لا تخبر أحدا. الماشينه تمشي كما قلت لك، وهنا نحطوا التاريخ اللي نحبه، نعبزو هنا وابعد. يعني استعملت الموجات الكهرومغناطيسيه صح؟ واذا تشفى كان هذا بحث التخرج نتاعي. وانا اليوم كادريتك ما تنسايش هذه. ايه يا ربي. واش خير؟ الساعه اللي نحطوها هنا واش من باه الساعة؟ تمشي، اللي نحطوها على ونمشي الماشينه. حبسي الكمبيوتر راه يقول مشى مرتين، وانا جربتها مره واحده بالفار. ما تقوليش. عنتر اسمح لي بالي مولفين نتوما هكذا. شوف فيا عباك تالي ما ساكرك خير من اللي ضربني ليك انا. تا هو ضربك طري بيان شو فنن لك انا ليك خو كنت بيات. الله يبارك عليكم يا مول الصفر. يا الصفر السلام عليكم خو حبيبي. دقيقه برك يعني ما اسمع هضروا معايا شويه. صافا العزيز. اصمت أيها العبيد الأحمق، لا نسمع منك إلا كلامك. السوق في جهة وصوتك في جهة. تبا لك ولسيدك الذي لم يربيك من قبل أيها العبد اللعين. سليمان واش حبيبي خو
قبيل شفتك تهضر مع الناس ما حبيتش نديرونجيك. تقول لهم ملعون. معليش سليمان خرجني من اخويا وليت حومتي تا قهوه الحومه سليمان. ماذا يقول؟ أنا لا أفهم ما يتمتمه هذا العبد. سليمان دوك ماذا يقول لك تخوف في روحك عنتر واش بيك هبلت. سليمان دوك نقول لك واش صاري هذا السيد راه يبيع فينا بين ثلاثه وشوف على حساب القصره ومنا لو كان تحكي معاه تشريني اني بروموسيون سومه شابه والله ما تندم. سليمان خرجني منه. أنا أشتريه. وهل مثلك يملك ثمن هذا العبد؟ سيمو بالله غير بارك الله فيك خو. عنده الحق سليمان انت طلاب. سليمان موالف نجي لك القهوه ما تخلصهاش عليا تشريني. طوب سي بون. وماذا تحمل على وجهك؟ زجاج وجدته بحوزتي، هذا الذي يتمتم كثيرا. أنا أشتريه. تفضل. هو لك. سليمان اسمع اصمت. يا الاصفر شو بيك خو. سليمان حبيبي سمعك تعقل ولا؟ شوف فيا شو كذا راك تبان عندك بشعرك سليمان راك تبان محبس داير الوضر خو. ما فهمتش انا سليمان ولا تبدلوا شو صار يا صاحبي؟ اسمع بصح مع كل احتراماتي انا مصباح وانا نهضر نتوما باردين قلوب خو. عجبك الحال كيك تسباع ولا موالف تتباع ولا واش بيك صاحبي؟ عباك بلي نتوما على حسب عقليتكم تقعدوا سيرتو انت بصحتك لو تدخل لي بارو طريبهم العزيز هكذا تكملوا بهذه العقليه ما في لي سولد ما تباعوش خو. أيها الحراس ائتوني بكل العبيد. ها هذا واش حبيتو خو العزيز خليه يفهمك يا بوشعور يا اخينا العيد يا واش بيك؟ كم ثمن هذا العبد؟ ثمنه 100 قطعة ذهبية. ومن أين هذه البضاعة؟ صاحبي انا وليت حومه ماشي زعما. أتتني من مكان بعيد ولكنها بضاعة ذات جودة. يا فريد اصمت، إنها قافلة سيد القوم. لو كنت أملك هذا العبد لقطعت رأسه. أجلده حتى يتعلم كيف يحترم السيادة. توقف ورعوف بهذا العبد. وما دخلك أنت ومن تكون؟ إن هذا العبد ملك لي. تقولوا بك قلت لك توقف. اسمع لي وفاتكوت عنده الحق يا صاحبي ملي جيت انت توقف اشاره المرور هنايا اشري ولا سأشتريه. كم تريد ثمنا له؟ 100 قطعة ذهبية، ولكنه عبد ثرثار ومقرف. سأبيعه ب50. ما غير 50 سومه شابه يا صاحبي. شوف ممكن تشري ب50 اشري لي برك اشري. توقف سأشتريه. اسمع لدي 20 قطعة ذهبية فقط، ما رأيك؟ 20؟ يا الاصفر اسمع لي خطره برك والله ما نتبع لك 20 وسومك مليح غير اعطيله وروح. 20؟ هات ما عندك، أحمله إلى سيده الجديد. اسمح لي ليفريزون زعما تكون ليفريزون باطل ولا؟ خذه من هنا. على مهلك، هيا يتبعني. عبد جديد، من يشتري؟ على مهلك. ضعه هناك. على مهلك. هيا انزع له ذلك السوار. ليس لدي مفاتيحه، لقد وجدته هكذا. حسنا يمكنك الانصراف.
يا مريم، يا مريم، قدمت. أحضر لنا بعض الدواء وبعض القطن، هيا أسرعي. من هذا الشخص؟ لا أعرف. لقد اشتريته من السوق. اشتريته؟ كيف تفعل ذلك وأنت طوال حياتك تندد ضد استعباد الناس؟ يا مريم، لو تركتني أكمل لفهمت. أعتذر. لقد وجدت مالكه يجلده لدرجة الموت، ولو لم أشتره لهلك. قلبك هذا من سيهلكك حتى قبل هذا الفتى. يا مريم، أعرف أن قلبي سيتوقف في أي وقت، هذا ما قاله الطبيب. أعرف أنني لن أعيش طويلا. ويحك يا زوجي، لماذا تقول هذا؟ ألا تفكر بي؟ بالعكس، بالعكس يا مريم، ولهذا اشتريته، ليكون لك سندا بعد مماتي. وأنا لا أريد أحدا من بعدك. أعرف يا مريم، ولكنه قدري. جماعه الله يرحم والديكم، حبسوا لنا تيطانيك تاعكم هذا باك راكم طلقتوا روحكم بزاف. اختي العزيزه الله يرحم والديك، او عندي سطر تاع الكلاب، جيبي لي برك دواء احمر وبوطه وشويه قطن ولا ما قدرتش تفهم. ما الذي يقوله؟ لم أفهمه، لكنني متأكد أنه غريب عن قبيلتنا. شو غالب عن قبيلتك؟ كونسونطري تفهم، شوفني مليح وشوف كيش نهضر. انا متساير. كلامه غريب، لكني أظن أنه خفيف الظل. اختي سمحي لي، مع كل احتراماتي في الظل ما عندكمش كاع تضلي، مي نقصر نورمال. اختي العزيزه، اختي مريم الله يرحم والديك، جيبي لي الدواء الاحمر وبوضه نداوي روحي ولا نروح، ويعطيك الصحه خويا وقفت معايا. لم أفهمك يا هذا. مريم، هيا أحضر لنا بعض الطعام. الاخرانيه هذه ماشي بعض الطعام، بزاف من الطعام. والله يا مريم راني ميت بالجوع. مريم اذا قدرتي فيط اومليت برك، يكون نص طياب وديري له الملح. الله يرحم جعت. مريم، ابحثي لعلك تجدين بعض الثياب النظيفة. هيا. تبيشه الله يرحمك، بارك الله فيك. وما تنساش مريم الدواء الاحمر، وكذلك فريط اومليت. الله يا مريم فريط اومليت. مريم الله يحفظك، بارك الله فيك، يطول في عمركم ان شاء الله ويخليكم بعضاكم. انت ما تجيش تفول روحك الهضره هذيك اللي كنت تخلع فيها وما نفهمك. قلت لك جروا وراي واحد زوج جنود، واحد طويل وواحد قصير وجايح، حكموني باعوني للسيد اللي انت شريتني عليه. تسمى شغل عاودوا لبيعك، شايف؟ هذه هي بالله. بابا شاهد حسن برك قبل ما تموت والله يرحم والديك، ماشي انا ميت بالجوع والله. سي موت يا مريم، يا مريم، لقد حضر الطعام. الله يحفظك مريم، بارك الله فيك اختي، طول في عمرك. انتظر. ما تقولش انتظر. انتظر يا هذا، انتظر. تعيط لي شهاده يا عيط لي عنتر. اسمك عنتر؟ اسمي عنتر. اسمع بلاش الله، قول لي حاجه، انتم ما تشروا عبيد يعني بليليا تهلاو فيها كدوريجين ولا تلبسوه تداويوه راني ياكل. عندك اللبسه عجبتني برك لاكولا شويه، لبسني شغل شجره، يمكن تهري في عيد الشجره هاد اللبسه، بصح ما دوريجين تهلاو هكذا منها. انت بالنسبه لي لست عبدا يا يا عنتر. اسمع انا حيوان، كيفاش لست عبد؟ شتي ناكل هكذا تقول لي لست عبد؟ لا لا يا خويا، شهد مو شهد، ولا ما قلت نحبس عليا ناكل يا حبيبي. انت لست عبدا، انا اقصد انت لست من العبيد. أتعلم لما اشتريتك يا عنتر؟ لا ما تكذب عليك. عندما رأيتك في السوق، ذلك الجلاد بالصوت في ظهرك، خليش يا حموالك، رأيت فيك
رأيت فيك الطيبة. والله قلت بيدي طيب لي ظهري بالضبط. واحد الطياب كان واحد الطياب دوري جن مرجم طيب بالله. منين ما بدك تطلع الماكله؟ ليش بعتيها؟ لقد اشتريتك يا عنتر لتكون سندا لمريم بعد مماتي. من قبل سمعتك تهدر، قلت لها وقال احنا نموتوا منها. اي فهمت. تسمى دوكا انت بعد الشر كي تموت، انا نقعد عبيد هنايا، ولو كان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تبرا، يعني تماك خلاص يكون حبيبي برا تليبيريني ولي حر. لا أظن ذلك يا عنتر. ودير ربي في قلبك ولا غتبرا ان شاء الله. كل نفضل كل يا عنتر كل. ما يزيد لنا تفهم ولدك. البطاطا هذه شوف هذه من اجمل البطاطات في حياتي. لازم نرجعوا عنتر. لو كان يعاوننا نقدروا نرجعوا. يعاوننا ما نعرفوش حتى وين راه بصح. الساعة ساعة ومن بعد الساعة تمشي بالموجات الكهرومغناطيسية. صح. الساعة راهي تمشي بالموجات الكهرومغناطيسية. لو كان نعرفوا شحال استعمل من طاقة كهرومغناطيسية نبرمجوها بالعكس ونرجعوا الطاقة عبر الزمن، وهكذا على الأقل نعرفوا وين راه واش راه يدير. وإذا عرفنا وين راه نقدروا نربطوا معاه الاتصال. من تيجي نيتي. هل تدري يا ترى لما يخطط عنترة بتخميمات العنترية واختراع العبقرة؟ هل تدري ما جرى وماذا حل بالبلاد بعد بحوث معمقة؟ عاد الزمان في اختلاط، دهش سيد القوم بعث يسأل القاضي: سمعت يوما بشرا قد عاد نحو الماضي بلغة جديدة حيرت شاعر القصر، يتمسخر يمشي بينهم كنابغة العصر. ناس حايرة لبسة جديدة لابس في يدي حديدة، يحكي في حكاية مصر تشتاق قرون بزاف بعيدة، يحكي بالعنترية ناس فهمت غير عنترة، يمشي بمنظرة كأنه شنفرة أو حنظرة. خشين جم المستقبل جاب العلم والفلسفة، باقي فركت غير على الخرج حلف ما يرمي من شفاه، لكنه استسلم قلبه ولا يضرب كطبلة يوم عاد الزمان ويوم قبل عبلة. عنتر وش اللي جابك لهاد الفيلاج؟ مين الخرجة وين الفيراج؟ مازال مخلوق ما فهمش ليماج، كيف ما ترجع من هاد الفواياج؟ وش اللي جابك لهاد الفيلاج؟ مين الخرجة وين الفيراج؟ مازال مخلوق ما فهمش ليماج، كيف ما ترجع من هاد الفواياج؟ وش اللي جابك لهاد الفيلاج؟ مين الخرجة وين الفيراج؟ مازال مخلوق ما فهمش ليماج، كيف ما ترجع من هاد الفواياج؟